السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني في الله، إن شاء الله تكونوا لاباس. اللي مريض نقول له ربي يشفيك ويعافيك، واللي صحيح نقول له ربي يدومها عليك. في الفيديو تاع اليوم راح نحكي لكم على الجزر، كما نقولوا له حنايا في الشرق الجزائري السنارية، وكاين ثاني اللي يسميه الزرودية. راح نحكي لكم على الفوائد نتاعو وطريقة تقديمه. نبداو بالفوائد نتاعو. واهم فائده اللي نحتاجوها في هذا الوقت بالذات، يعني وقت التجهيز والانتاج، اللي هي يعالج العقم ويزيد عدد الحيوانات المنويه، يعني مليح بزاف للتجهيز وتخصيب البيض، ويقضي على البكتيريا التي تصيب الامعاء، ويساعد في التخلص من التهابها، ويساعد في القضاء على الديدان في المعده، يخفف الالام ويقوي مناعه الطائر. مفيد بزاف في الحالات إصابة الطائر تاعنا بأمراض الكلى والكبد. يساعد على إيقاف النزيف، ويساعد على الشفاء من الربو، يخفف نسبة الكوليسترول في الدم، يعني الطيور نتاعنا اللي مصابة بالتشحم، هذا الجزر مليح ليهم بزاف، يساعدهم. ويساعد في تنسيق وترطيب الريش، يعني في الفترة ثاني تغيير الريش مليح بزاف الجزر للطيور نتاعنا. هو الجزر عنده فوائد بزاف، انا ذكرت لكم البعض نتاعها برك اهمها. نروحوا دوكا لطريقه التحضير. هي طريقه التحضير تاعو سهله بزاف. نغسلوا الحبه الجزر كما نغسلوا جميع الخضر والفواكه اللي نمدوهم للطيور نتاعنا، نبرشوه مليح ونحطوها لهم. وكاينين طيور ما يحبوش ياكلوه في البدايه، على خاطر كي كانوا صغيرين كانوا ما يمدولهمش ماليهم الجزر وهاد الحوايج. نحطوا لهم فوقها برك شويه تاع حبوب، واكيد راح يوليو ياكلوهم بربي ان شاء الله. نمدوا لهم مره في الاسبوع تكفيهم. وكما على بالكم في الوقت هذا الجزر متوفر بزاف، السومه تاعو رخيصه، على هذيك ما تبخلوش بهم على الطيور نتاعكم، مدوا لهم اكيد راح يستفيدوا به. ولهنا نكون وصلت لنهايه الفيديو، ان شاء الله نكون فدتكم ولو بحاجه قليله. وصلت للحكمه تاع اليوم اللي تقول: علمتني الحياة أن الصخور تسد الطريق أمام الضعفاء، بينما يتركز عليها الأقوياء للوصول إلى القمة. نخليكم مع المنظر تاع الطيور نتاعي وهي تاكل في الجزر وتستمتع به، هي تحبه بزاف. ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.